طردها أخوها من منصبها، لكن اللعنة أعادتها للمنصب، فهل أخوها على حق أم إن في الأمر لغزا يتعلق بكونها كاهنة؟ شاهد معنا للنهاية. تحدثنا في المقطع السابق عن أنخدوانة ورمزيتها، اليوم نسلط الضوء على قصة خلافها مع أخيها وطردها من منصب الكاهن الأعلى ونفيها من مدينة أور من أخيها ريموش الذي خلف سرجون في حكم الإمبراطورية الأكادية التي ضمت بلاد الشام والعراق والخليج وأجزاء من آسيا الصغرى. أنخدوانة الشاعرة والأديبة الأولى صاحبة أول الترانيم والتراتيل في العالم رضيت بحكم أخيها، ويقال في بعض المصادر أنها فعلا وقفت مع الاضطرابات. على أي حال انتهى الأمر بحلول لعنة أكاد التي رافقت ملوكها، وهي لعنة الإله أنليل السومري. في عهد رامسين استطاعت أنخدوانة إعادة الحكم الأكادي للجنوب السومري المتمرد بقوة حجتها كشاعرة وأديبة، وتوفيت فداء لذلك. انتظرونا في المقطع القادم، لا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.